وعدنا لمتابعة المشوار بالجزء الثاني، ومثل ما حكيت قبل الفاصل بهذا الجزء سندخل إلى كواليس مهرجان مسرحيد. هذا المهرجان العكي اللي ختم فعالياته قبل 3 أيام بدورته ال16، وطبعا هناك إنجازات عديدة سجلت بحق مجموعة من الفنانين والفنانات الفلسطينيين، وأيضا الأعمال المسرحية اللي توجت وحصلت على جوائز، وحصلت أيضا على إعجاب كبير من كل من حضر فعاليات هذا المهرجان. ويقال أنه كان من أجمل السنوات اللي أقيم فيها مسرحيد، نظرا لمجموعة من التفاصيل رح نعرفها أكثر من الفنان أسامة مصري. مساء الخير. الفل علم أسامة، كيفك؟ الحمد لله ماشي. أهلا وسهلا فيك أسامة. والفنانة أميمة سرحان، أهلا وسهلا فيك أميمة. وبيطلع لك مبروك كتير كبير. الله يبارك فيك. شكرا. يعني أسامة، كنا هيك بالكواليس قبل الهوا كنت تتحدث أنت وأميمة على أنه فعلا السنة كان في تميز بمسرحية بعكا. شو اللي ميز مسرحية عن ال15 سنة اللي سبقوا؟ طلع التميز هو مش بالنوعية العروض أو بالبرنامج، أو لأنه إحنا تقريبا نفس البرنامج، نفس المسرحيات، مش نفس طبعا تغيروا. ممكن يكون المسرحيات أعلى مستوى، أنا ما بتدخل فيها، لكن السنة هاي كان في إشي زائد اللي هو لجنة التحكيم. لجنة التحكيم اللي مكونة من هشام سليمان، إياد شيتي، ومنيب روبي، تجاوبوا كتير مع ملاحظات إدارة المهرجان اللي هي قبل التحكيم. احنا بنعطيهم ملاحظات كيف ممكن يعطوا جوائز. فهاي السنة جاوبوا كتير معنا. عادة نفس الحكي بعيده أنا لكل لجنة قبل ما تفوت على يحضروا، فقال في عندكم هيك، في عندكم هيك، أعطوا هيك، إيش بدكم انتوا بالاخر بتقرروا، انا ما بتدخل يعني ايش بتقولوا. هاي لأول مرة بيكون هناك لجنة تحكيم؟ لا، كل سنة. كل سنة بس هاي أول لجنة بتتجاوب مع الملاحظات. بتتجاوب مع ملاحظاتكم. يعني أنا بقول لك إنه في عندكم أحسن مسرحية، إذا شفتوا كمان مسرحية حلوة أعطوها 2 بدل 1. إذا في ممثل أحسن ممثل، مش شفتوا 2 أحسن 2 أعطوها 2. شو خسرين من جيبتكم أنتوا؟ صحيح. تعطوا بيطلعوا 2 مبسوطين بدل 1 وهيك. والسنة طوروه حتى أكتر، عملوا كاتيجوريا الممثل الأحسن ممثل وأحسن ممثلة، وهدول أعطوها 2 وهي أعطوها 2. حلو. فكانت الجوائز غرفوا. الفنانين اغلبهم الفلسطينيين اسامه، فنانين وفنانات بشكل عام، جوائز مسرحيه بتعني لهم كثير. يعني من اول ما نتحدث عن جوائز، اول جائزه دائما بذكروها جائزه مهرجان مسرحيه. يعني اليوم انتم واصلين لمحل عن جد في ثقه بهذا المهرجان وفي ثقل للمهرجان. يعني المحافظه مش سهله. طلع كيف كمان تنساش انت انه احنا المهرجان الوحيد اللي بقي بكل البلاد، ما في مهرجان غيرنا. ليه احنا مثلا كان هو مثلا المسرحيات الممثل الواحد فتحناه اكثر، لانه فيش ولا مهرجان يستقبل باقي المسرحيات. كنا نحكي انا وشفت حكينا قبل ما نفوت انه فيش، فاعطينا فرصه للكل، تعالوا في مهرجان هيك في مهرجان، تعالوا شاركوا عندنا. فعلا. أميمة سرحان، أهلا وسهلا فيكي مجددا. أميمة، حصلتي هذا العام على جائزة أفضل مسرحية دعوة زوجية اللي جمعتك بالفنان محمود مرة، هي وأيضا سيناريو وحوار وإخراج وسيم خير. أولا، شو بيختلف العرض بمسرحية عن العرض على أي خشبة أخرى أميمة؟ أول شيء بدي أضيف إنه كمان أخذ وسيم أحسن سيناريو بالمهرجان. أول إشي هو بيختلف لأنه هو مهرجان أنا عندي ضعف تجاه عكا، يعني كتير بحبها وبعشقها، وهذا المهرجان زي ما حكى الأستاذ أسامة إنه هو الوحيد اللي ضل، فهو بيعطيك نوع من الانكشاف. يعني هو عن جد بيعطي فرصة انه بدل ما انت تتعب بعد ما تنتج عمل وتسوقه بشكل شوي، فكرة التسويق اليوم مش اسهل اشي، فهو بيختصر عليك هاي المرحلة. فهو بكشف، هو فيه نوع من المنافسة الودية بينك وبين الممثلين التانيين، بتشوف مسرحيات تانية. أحب كتير أضيف على اللي حكاه أستاذ أسامة، بما أني كنت جزء اليوم هاي المرة من المهرجان، كتير
كتير كان الجو خاص وكتير كان رائع يعني. كنا هيك الممثلين وكأن عيلة واحدة يعني، نوصل كلياتنا موجودين بنفس المحل، نتحمس نحضر متنافسين، نتحمس نحضر مسرحيات بعض، فكان هالقد الجو جدا يمكن كتير هيك مجموعة من الناس هسه عم تسأل إنه أوكي تمام تم عرض المسرحيات بمسرحية، عم نحكي على مسرحية دعوة زوجية على سبيل المثال، وين راح نشوفها بعد مسرحية؟ السؤال قديش الإمكانيات متاحة لأنه تنعرض بعد وبعد؟ الإمكانية حسب رأيي جدا متاحة، لأنه إحنا عن جد مش ملاحقين لإسا رسائل وطلبات على العمل. حلو. يعني عن جد يعني فوق ما شو كنا إحنا عن نتوقع. شو بيحكي العمل؟ هو بيحكي عن اسمها دعوة زوجية، بيحكي عن كل العلاقة الزوجية مع بعض، وكل العالم تبع الرجل والعالم تبع المرأة، وكيف لما بيتم الزواج كيف الاشياء بتصير مع بعض. فنفكر هاي كان الذكاء من وسيم، انا عن جد بوجه له تحية، هو مخرج العمل كاتب العمل، انه حاول قد ما بقدر ما رحش على الاشي الهوين، راح على انه لا بدنا ننصف الرجل ولا بدنا ننصف المرأة، احنا جبنا العالمين وحطيناهن، حطينا الاشي على الطاولة، وكل حدا كان يجي يحضر العرض كان يحس انه كنا نسمع من الجمهور انه ولا وهدول احنا، ولا وهدول ام وابوي، ولا هدول كذا. حلو. فكان الاشي كتير كتير ناجح. حلو. أسامة، يمكن كمان الناس بتسأل طب وين احنا دورنا كمتلقين بتقييم العروض او بمحاولة نسميها ممكن التصويت بين قوسين لهذا العرض او ذاك؟ يعني بفكر في كمان المفروض يكون في دور للجمهور. فكرتوا بهذا الموضوع؟ كل سنة كنا نعمل زي صندوق على باب المسرحية، بس يطلع المتفرج بالبطاقة تاعته بيكتب من 1 ل10 قديش المسرحية، وكان في جائزة اسمها جائزة الجمهور. فالسنة لجنة التحكيم قامت بهاي المهمة يعني، وعملت جائزة الجمهور، انه شافوا قد الجمهور مع مين بتعاطف بغض النظر على اللي هن اعطوه. فشافوا انه بتعاطف مع مسرحيه هن ما اعطوهاش هاي، فاعطوها جائزه الجمهور. حلو. في شيء اسمه جائزه الجمهور يعني معروف عندنا. حلو. السؤال لاي مدى اليوم فعلا مسرحيه جماهيريا ماخذ حقه؟ لاي مدى الناس بتهتم انها تكون بمسرحيه يعني على سبيل المثال اذا بدنا نقارنه بمهرجانات اخرى عربيه دائما بنلاقي اهتمام كبير من الجمهور، يعني مهرجانات سينمائيه في مصر في دبي وما الى ذلك، لاي مدى الثقافه موجوده ان نتابع شو عم يصير؟ اوكي، انت بتحكي على جمهور هدف اللي هو عدد سكانه مش كلهم طبعا، اللي هن 1,800,000 اللي احنا. طيب يا سيدي خلينا نجيب منهم 100. ما عم بحكي لك لكن انا بديش اجاوبك قديش التجاوب بالحضور، انا بدي اخلي ما تحكي لك كيف كان التجاوب وكيف كان القاعات. كنا احنا كممثلين كتير مهم لنا، وكنا كتير نتحمس انه سولد اوت، يحكوا لنا فيش محلات اخر يعني مش كرسي، اخر فراغ. فيش في فرق بين اخر كرسي واخر فراغ. يعني كرسي الكراسي كلها تملت، وحذفنا كراسي كمان تملت، وفي ناس كانت فضل تفوت فراغ يعني برا. فراغ ممكن يقعد مثلا هون بشي زاويه على الارض كذا او شيء. القاعات مليانه حتى الثمانية. جميل جدا، جميل. اليوم في كمان مجموعة من الجوائز، جائزة أفضل ممثل كانت من نصيب أديب صفدي وميلاد غالب، جائزة أفضل مخرج كانت من نصيب الفنان كامل الباشا، وجائزة أفضل ممثلة كانت من نصيب الفنانات عنات حديد وخولة الدبسي. هذا كان طبعا بتقييم لجنة التحكيم. أسامة، لابد يعني حكينا عن كل التفاصيل الحلوة المتعلقة بالمهرجان، وبعد في كتير تفاصيل حلوة، وكفي زي ما حكت أميمة أنه بعكا بداخل هالمدينة الساحرة، ولكن مع افتتاح المهرجان لسرعان ما سمعنا جدل حول مشاركة الفنان الفلسطيني عمار حسن بالافتتاح. كان متفق على أنه يفتتح المهرجان برفقة الفنان فيوليت سلامي. قبل الافتتاح بيوم أو يمكن بنفس اليوم عمار كتب على صفحته عبر الفيسبوك أنه انسحب من المهرجان لأنه ما توضحت الصورة له شو نوعية المهرجان، ما قيل له أنه هناك تمويل من وزارة الثقافة والرياضة للمهرجان. بدنا منك توضيح كمدير للمهرجان. أنا ما كنتش بدي أخوض بهذا الموضوع، بس أنا بدي أخوض لأنه لازم نوضح. لأنه أنا يعني بحب كل الفنانين الفلسطينيين وبحبش أذيهم، والرد تبعي يمكن يتآذى منه. احنا ما بدنا نجرح أكيد، وحق الرد محفوظ. ما يتآذى من الحقائق يعني. حق الرد بطبيعة الحال بعد ما تجاوب محفوظ أيضا للفنان. لا يعني ممكن قصدي يتآذى من الرد من الحقائق اللي صارت. الحقائق اللي صارت انه ضل هو اللي كان اول شيء هو مش مشارك في الافتتاح، احنا مكرمينه داعينه عشان نكرمه على مجمل اعماله اللي قدمها. ممكن يغني ممكن ما يغنيش، فهم كيف؟
يعني هذا هو الشرط. احنا كل سنه بنكرم فنان مطرب، هيثم خلايلي كرمناه، منال كرمناها، كل سنه بنكرم فنان. فكان هو بده يتكرم، الحفله كانت لفيروز سلامي، هو يعني على هامش المهرجان بنكرم فنان، بنعطيه هذا والدرع وشغلات نحكي عنه بالاعلام. وضل باتصال معنا في الرباط وين باخذوا تصريح الدخول دخول بنفس اليوم. احنا الافتتاح الساعه 9، ضل معنا للساعه 4:30 5 انه مش قادرين يعطوه تصريح. اخوه بيحكي معنا احمد، مش قادرين يعطوه سيد احمد حسن مدير اعمال عمار. مدير اعماله. هي احنا هاي واحنا نتصل كمان بالهادي واسطات عشان يفوت، في ترتيبات يعني. هاي بنفس اليوم قبل كم ساعه. بعدين ما في يعني طبعا كله مسجل عندي، ما محيتوش. قال سيف ما قدرناش ناخذ تصريح وخيرها بغيرها. فليش كان هذا الرد؟ سنه شوي ما خلصتش القصه. خيرها بغيرها. روح بالليل بيحكوا لي انه كتب هيك بنفس يوم الافتتاح. نفس يوم الافتتاح. بعد ما يعني ما قدرش يحصل على التصريح بروحوا هو واخوه بالليل، ولا بيقولوا انه كتب على الفيسبوك تاعه هذا اللي انت حكيته. اللي كتبه كان بيأذي. يعني هو ما يكون يقول بشاركش، ما قالوا ليش، اوكي. اما يقول مهرجان مشبوه، يعني انا مشبوه، يعني أميمة مشبوهه، يعني كامل الباشا مشبوه. هي يعني كلماته يعني كانت قاسيه، التعبير اللي استعملها عمار. اذا انا بدي اجيب الاسماء اللي شاركت في الهاي ما يقارب 300 فنان فلسطيني على مستوى عالمي ومحلي شاركوا بهذا المهرجان. بس أسامة يعني نظرا لحساسية الموقف، تعال نحط كل ما يتعلق موضوع تصريح الدخول جانبا، نظرا لحساسية الموقف مش كان المفروض كمان انه يتم اعلام عمار انه هناك دعم او مساهمة من وزارة العلوم والثقافة والرياضة؟ معلش بدي اسالك سؤال، لو بيجي على مدينة الناصر، مدينة الناصر طلع بتعمل حفله هون مش عارف شو، مدينة الناصر بتاخذ ميزانيتها من وزارة الداخلية. يعني انت عم تاخذها وكان مفعلها بايس وكان مش عارف مين اجى هو كان رعايات من مين، يعني انت يعني هي صار مزاوده. صارت مزاوده. انت اهنت مئات الناس اللي بتشارك في هذا المهرجان، اللي احنا الوحيدين اللي بنحطش رقابه على المسرحيات تاعتنا، الوحيدين. اهنت نفسك يعني انت مش اهنتنا، احنا عارفين مين احنا، وعارفين اسامه عارف، وما عارفه حالها، كامل الباشا عارف. كان عندنا فنانين فلسطينيين من القدس، من اريحه، من خارج البلاد، من سويسرا، من كذا. كل سنه بيجوا عندنا فنانين فلسطينيين، وهذا مهرجان ما في شك يعني العربية. اكيد ما في يعني اليوم اسامه ما في شك بهويه المهرجان، ما في شك اليوم بوطنيه اي مشارك ومشاركه من المهرجان. حضرتك تدعي انه كانت وكانه هاي عذر اللي قدمه الفنان عمار حسن بسبب عدم حصوله على تصريح. ما كانش في حاجه. احنا بدنا نحاول، عم بيحاولوا الشباب نطلع عمار حسن معنا على الهواء عبر الخط الهاتفي عشان ناخذ منه كمان رد وتعليق. ما كانش في حاجه حتى يحط، خلص راح يقول انه حتى لو قال انه ما سمحوليش وانه هاي صار الاحتلال وكذا، اوكي بينفع بينفع يقول اللي صار، انه ما سمحوليش ولا كانوا عائق بين انه تواصل مع اخواتي جوا، بيقدر يقولها. يعني الازعاج صار فعلا. لا يعني ما في شك انه عمار، واذا قدرنا هيك نمسكه كمان بعد شوي رح نحكي له انه كان في استعمال لمصطلحات قاسيه، مصطلحات اللي بتدل على نوعا ما مهينه ومزاوده على وطنيه شعب فلسطيني. وبين قوسين عندي اقول لك شيء فيها عدم ذكاء. عدم ذكاء. بديش اقول يعني العكسة شيء، بس هي عدم ذكاء. أميمة يعني اليوم مثل ما حكينا على كل قضية المهرجان، واليوم ما في ولا أي غبار لا سمح الله على مهرجان مسرحي. كمان هناك أغلب الأعمال المسرحية تعنى بالشأن السياسي وبتطرح الواقع السياسي الوطني. لأي مدى فعلا كان حاضر اليوم هذا العام الطرح السياسي بالأعمال؟ كان واضح جدا. اول شيء احنا بناكل سياسه، بنتنفس سياسه، بنحكي سياسه، فيش عندنا حل ثاني لانه احنا عايشين بهذا الوضع. بس اليوم كان في بتخيل كم من عمل، منه العمل اللي تقاسمنا عليه بالجائزه الاستاذ مخرج الاستاذ كامل الباشا اللي هو شمال جنوب وسط. كان مزبوط، اذا بتطلع على السيناريو بيحكي
بشكل كتير مبطن على هذا الوضع. حضرنا كمان حملة تنزيلات اللي نالت على إعجاب الجمهور طبعا. كانوا يحكوا عن الوضع اللي احنا عايشينه، لوين وصلنا كشعب نتيجة كتير اشياء. اعتقد انه كمان دعوة زوجية بدون ما اشوفها بقدر احلل انه في كمان طرح بمحل معين سياسي مبطن، لانه اصلا الواقع المركب اللي احنا عايشين فيه بيأثر على العلاقات الزوجية. فادي انا بطلب منك تسألها سؤال لأميمة. اسألها انت. لا انت. الى اي مدى احنا تدخلنا بالنص تبعهم؟ لاي مدى احنا تدخلنا بالنص تبعكم؟ وسام وميسر تدخلوا بالنص تبعكم وعن جد، مش يعني عن جد صدقا، ويعني ولا نتفي كان في تدخل منهن. وبالعكس السنه كمان انا بفكر انه كان ميزته كمان المهرجان اكثر واكثر، انه الناس اللي كانوا يشتغلوا كنا ما يعني خلال ثواني نطلب الطلب الا مليون واحد كان صار حوالينا. يعني انا هذا كان يعني كان موضوع المحور الاخر اسامه مع حضرتك، قضيه اليوم بديش اسميها رقابه، وانما قضيه يعني التدخل او الدخول لتفاصيل الاعمال المسرحيه من قبلك ومن قبل الاستاذ ميسر مصري كلجنه فنيه وكاداره مهرجان. يعني اليوم هو هذا اللي انا ليه قلت لك اسالها، لانه هي لازم نجاوب على انه ما تدخلوش بالمره. احنا ما بنتدخلش بالنصوص اللي بتقدم للمهرجان. صح. احنا بنتدخل بالمستوى الفني، بنقول انه هيك بنراقب، بنشوف كيف عم يشتغلوا، انه يكون عشان يليق فيهن وفينا طبعا مع بعض، يعني انه يطلعوا باحلى ما يكون. ولكن في هناك رقابه على المضامين. ما هي يعني لا يعني اليوم رقابه. اليوم بامكانها كمان تكون مضامين. اي نص بفوت، اي نص بيتقدم، هن بيشاهدونا، يعني بيعملوا زي برزنتيشن قبل، احنا بيشوفونا بجزئيه من العمل. هن بيعطونا رايهن على الموضوع، راينا الفني، التوجه بالمره بالنص ما ندخلش. اما بالنص ما ندخلش بالمره. يعني كان في عندنا مسرحيه الليزبيان اللي عملتها مره مايس، كانت اخذت اجرأ مثليات جنسيه. المثاليه الجنسيه للنساء. تدخل شو كان عندنا مشاهد بالجمهور تهجم على البنات، يعني شيء كان رائع. ما عم ندخل سياسيا طبعا. ياما كانت عندنا سرحان والماسوره تبع توفيق زياد، وهي يعني سياسيه الدرجه الاولى كانت عندنا. هو واقع اليوم العيش بعكا اسامه هو واقع مركب. يعني بفكر يمكن بفرض علينا اكثر نفوت بتفاصيل رقابه يمكن اكثر من اي مكان اخر. حتى بالامور اللي ما بدي احكي سياسي يعني لا اتحدث عن السياسه، اتحدث يمكن عن القضايا الاجتماعيه والمجتمعيه. واحنا بنعرف واقع المجتمع العكي العربي كم هو مركب. بتفكرش انه لا بحاجه انه تدخلوا اكثر المضامين، او بحاجه انكم انتم تطلبوا مواضيع تنعمل؟ هو هذا اللي بدي احكي اياه. كل ما انا هناك انا هذا حاطط شرط انه احنا ما بنتدخلش باللي بقدمه. حاولنا مره نعمل، تقول مثلا السنه نعمل مثلا عن العمال، كل مساحات يقدموا لنا اياها عن العمال. احنا بنحد من الابداع. ساعتها بنجبروا يفبركوا يعملوا مثلا نقول عن العمال او عن الحب او اي موضوع معين يكون هذا المهرجان بقيد الفنانين. هيك اصلا ما فيش مهرجانات ثانيه يروحوا عليها. فاحنا اعطيناها الفرصه انه انتم حرين باختيار النص اللي بدكم اياه، محلي او مترجم او معد او ايش ما بدكم، انتم حرين. واحنا ما بنتدخلش باختياركم للنص، احنا بنتدخل بالمستوى الفني اللي راح تقدموا لنا اياته. بدناش يكون يعني بالجوده، خلينا نسميها اكثر من تفاصيل العمل. مش باين انتم بس مجرد هو بعدين في منافسه. احنا بدنا اياكم يكون احسن عشان تنافسوا على مستوى. بفكر اسامه واميمه، يعني حضراتكم كفنانين، اسامه قبل يعني ان تكون اداره لمهرجان مسرحي، حضرتك ايضا فنان مسرحي واكثر من 25 سنه عطاء. بديش اكبرك اكثر، لا انا بحكي 25 بديش اقول 35. 25 سنه عطاء. السؤال اليوم شو بتلمسوا من الشارع؟ الشارع بحاجه لشو؟ احنا بحاجه لاي مواضيع، احنا بحاجه لاي مضامين. واسامه السؤال لك، شو تغير ما بين الماضي والحاضر؟ بدي ابدا من عند اميمه. أنا بفكر إنه إحنا متعطشين لكل أنواع المسرح. أنا بفكر إنه بنفعش نحصر المشاهد بنوع واحد من المسرح. مشاهد بده يشوف الحب، بده يشوف السياسي، بده يشوف العلاقة الزوجية اللي إحنا تحت الإطار اللي إحنا حاطيناه فيها، الكوميديا، الغناء، كل شيء. يعني إحنا حاولنا كمان مسرحيتنا دعوة زوجية إنه ندمج ما بين الغناء، ما بين النص، ما بين تحاكي الجمهور. في جزء إحنا كنا كمان نطلع كراوي، في جزء دخلنا الجمهور معانا.
احنا سالناه، يعني هالقد كان الجمهور متفاعل معنا، لانه عن جد احنا مجتمع متعطش نتيجه كل الاشياء اللي احنا عايشينها. أسامة، شو اللي تغير بين الماضي والحاضر؟ اللي تغير انه صار في شيء جديد، هو انه صار في طلب على الكتابة المسرحية. ليه ما كانش في عندنا كتاب؟ لحد هسه تقريبا يعتبر فيش عندنا كتاب مسرحيين، لانه ما كانش في طلب على الكتابة المسرحية. هسه لما في مسرح كتير وفي فرق تقدم نصوص، صار الكاتب اللي هو الأديب يعني يفكر بهذا الاتجاه. وعشان يفكر بهذا الاتجاه طبعا الكتابة المسرحية تختلف تماما عن الكتابة الأدبية المعروفة يعني. حتى لو كنت أديب عالمي يعني، شوف كاتبنا المعروف أمين حبيبي كان كاتب معروف على مستوى عالمي، بس بالمسرح ما يعرف. عشان أنت تكون كاتب مسرحي زي الكتاب الخالدين اللي احنا بنعرفهم، شكسبير، مولير، بريخت، الى اخره، ستانسلافسكي، كلهم هذلوني عاشوا المسرح. شو عاشوا المسرح؟ يعني كانوا يحضروا مراجعات، يعني كانوا يعرفوا يشوفوا منين بفوتوا، منين بيطلعوا، منين هاي الافكت الكذا. لما بيجي يكتب يكون عنده كل هذا الاشي، بيكتب مسرح ما بيكتب قصة. فاهم كيف؟ اليوم اغلب شغلنا بناخذ قصص بنشتغل عليها، بنعدها من اول وجديد، بنعملها مسرحيات وبنعمل لها افكتات، يعني بنتعب. السؤال كمان مره، اسامه، المضامين يعني المضامين، احنا بقول لك المضامين عم بتشعب. يعني كنا ملزقين كثير بالسياسه، كثير، صار كيتش، صار اوفر كثير، يعني انه صار عندنا سمعه برا انه الفلسطينيين هيك مكشرين. طبعا اليوم بنعمل كوميديا، بنعمل اطفال، بنعمل شو ما كان، يا ما بتكيف، بتحشر الجمهور. اليوم نعمل كل انواع المسرح. ترندز اسامه اليوم، موضه صارت يعني عمليا فتره معينه بنمشي سياسي، بعدين بنروح يعني انا بفكر هيك، لانه فتره معينه كان الكل يحكي سياسي، اجت فتره صارت كل البلد ستاند اب كوميدي وكوميديا، اجت فتره صارت كل البلد تعمل مسرح اطفال. هي ترندز أميمة يعني مضاد. انا بتخيل، بس انا مرات عن جد لما بشوف الجو اللي حكى عنه اسامه، انه كلنا بدنا نحكي. اجت فتره علينا كثير حتى اذا بدنا نطلع على مهرجانات برا، يعني مرات بقعد بسال حالي سؤال، اذا ما كانش في قضيه فلسطينيه وين احنا كان بنكون؟ يعني بصيرش نضلنا كل شغله نطلع على هذا المحل، نطلع على موضوع انه انا فلسطينيه، وانا في كثير شغلات بقدر من خلال الحب انا اورجي هاي المقاومه. انت بتقدر تقاوم باي شكل، صحيح. ان كان عن طريق الحب ولا عن طريق اي موضوع. احنا بلشنا شوي نكسر، يعني بالاونه الاخيره كان مجموعه من الافلام صح. السينمائيه لمجموعه من المخرجين الفلسطينيين فعلا. يعني بتذكر اخر فيلم شاهدته عم بتحدث عن كل ما يتعلق بالواقع السياسي المركب، ولكن من خلال قصة حب، فيلم أمور شخصية للمخرجة مها الحاج، وجه لها تحية لمها. فعلا بلشنا نفكر برا المربع وما نروح سياسي انه بس نشوف جندي وبارودي وحطة يعني هاي الاشياء اللي صار نوعا ما فكرة عندنا الواعيين، يعني انه هاي تجارة. يعني احنا عم نتاجر بهاي الاشياء. احنا بطلنا نتاجر، احنا بنحب، بناكل، بنلعب، بنضحك، نعمل كل شيء. طب ليه ما نحكيش عن كل هاي الاشياء؟ صح. فاهم كيف؟ والعالم لازم يشوفنا بشكل ثاني، انه احنا شعب فعلا، مجرد احنا عايشين، احنا بنقوم شعب، كل المقومات. في عندنا الحرامي وفي عندنا الشريف. مش من زمان رجعت اسامه من القاهره، هوليوود الشرق، هالبلد الساحر اللي كنا انا وأميمة نحكي قديش بدنا نروح لهناك، وعم نسالك امان نطلع على القاهره. امان هاي بحكيها على الكل، روحوا امان كثير امان. القاهره يعني شو بدي اقول لكم، منوره باهلها طبعا، بس انا شفيت مساكين كثير، يعني صار كثير الاشي رخيص اقتصاديا. يعني كمان هي الجنيه صار 5 جنيه تقريبا بموازاة الدولار كمان صارت كثير مبلغها منخفض. أسامة، تحدثنا عن قضية الفنان عمار حسن وقضية عدم مشاركته وما صرح فيه عبر صفحة الفيسبوك، وطبعا بسبب مهنيتنا وبسبب انه احنا دائما نحفظ ونحتفظ بحق الرد للطرف الآخر، بدي أمسي بالخير على الفنان عمار حسن معنا عبر الهاتف. مساء الخير عمار.
يسعد مساك حبيبي فادي. اهلا وسهلا فيك عمار. يعني احنا اول اشي بنشكرك على انك لبيت الدعوه وما ترددت بانك ايضا حضرتك توضح الصوره. معي في الاستوديو الفنان اسامه مصري، طبعا بمسي عليك بالخير، والفنانه اميمه سرحان. تحدثنا عن كل الجدل يلي كان في الايام الماضيه حول قضيه مشاركتك في مهرجان مسرحيد. كتبت عبر صفحاتك على مواقع التواصل الاجتماعي، وضحت الصورة من وجهة نظرك. بدي أسمع منك التفاصيل لأنه أسامة عنده وجهة نظر أخرى. تفضل عمار. يعني بداية أنا بدي أشكرك أخي فادي، وأنا سعيد جدا أنه أطل الله يخليك. المساواة هاي القناة الفلسطينية. بدي أرحب بالفنان الفلسطيني والصديق أسامة، لأنه أسامة مش بس فنان فلسطيني، أنا بعتز فيه أيضا صديق. وهذا الشيء اللي أنا مجرد ما أنه دعاني أسامة على المهرجان، أنا بالعكس ما ترددت من أول يوم. ولكن الموضوع بالنسبة لنا إحنا في ثوابت. أنا ما عندي، أنا طبعا لما باجي على الناصرة أو على حيفا أو على عكا بعتبر إنه أنا باجي عند أهلي. أنا مستعد أغني بالشوارع بدون أي رعايات أخرى، بدون أي رعايات إسرائيلية. ما في شك، وكان لك مشاركات يعني تدل على هذا عمار. كنت في حيفا وكنت في الناصري اخي فادي، انا بالنسبه لي، انا بالنسبه بالعكس، انا هذا التواصل احنا بنعزز مفهوم التواصل الفلسطيني أكيد. بشكل بسيط وبشكل بمفهوم عميق. ولكن انا تفاجأت باخر لحظه انه لم يكن هناك اي تفاصيل، ما اعلموني انه هناك يعني رحايات تحت وزاره الثقافه الاسرائيليه. طبعا انا كعمار من اول يوم انطلقت في هذا المشروع الفني، من اول يوم معروف ثوابتي ومعروف خطي. خليني بديش اقول خطي الملتزم، ولكن خطي بشكل عام انه انا بخدم قضيتي الفلسطينيه. انا ضد التطبيع. زياره السجين لا يعني التطبيع مع السجان. عمار، احنا اكيد بنحترم المبادئ، ولكن يلي ضمن رعايات فلسطينيه. احنا بنحترم اكيد المبادئ يلي بنطلق منها كل فنان. ولكن اسامه تحدث موضوع اخر اللي ايضا بدنا من حضرتك رد عليه. اسامه تحدث انه كل شيء كان تمام بالنسبه للدخول وكانت التفاصيل واضحه، ولكن قضيه عدم المشاركه كانت نابعه من انه ما تم اصدار تصريح لحضرتك من اجل الدخول الى الداخل الفلسطيني. بالعكس اخي فادي، احكي لك شغله. انا كنت استنى بالتصريح باخر لحظه، وعدت انه انا خلال ساعات في نفس اليوم انه يتم اصدار تصريح لإلي. ولكن انا تلقيت عده اتصالات من اخواننا في عكا وفي في حركات المقاطعه انه انت عمار بتعرف التفاصيل. انا صعقت بالتفاصيل، فانا ما شفت البوستر، حتى البوستر انا ما شفته. فانا لما شفت انه هناك رعايات اسرائيليه تحت وزاره الثقافه، طب انا كعمار كيف انا بدي اجي انا اشارك بهذا الموضوع؟ انا كنت اتمنى ان اشارك، لانه حقيقه انا لا اجامل. انا اسامه اعتز فيه كفنان فلسطيني، وهو يدرك انني صديق، ويدرك اني انا بعتز في كل فنان فلسطيني وبالمسرح بالذات. وكان بهمني المشاركه، ولكن ضمن رعايات فلسطينيه. استفسرت اسامه عن تاريخ مهرجان مسرحيد. يعني مهرجان مسرحيد بدايه هو من اهم المهرجانات المسرحيه بفلسطين الداخل. كان في، عشان هيك نكون كمان واضحين اسامه، كان في عمار، كان في قساوي بالمصطلحات اللي استخدمتها حضرتك. كان في، خلينا نسميها كمان إهانة لمجموعة أشخاص، مجموعة فنانين اللي هن مشاركين وما في أي غبار على وطنيتهم عمار، لأنه حضرتك حكيت بالعموم بالشامل. أنا لم أذكر أي شخص. لا، تحدثت أنه هذا مهرجان مشبوه عمار. تحدثت أني أنا أقاطع أي مهرجان تحت رعاية إسرائيلية. هذا واضح عمار، ولكن كان في هناك استعمال لمصطلح مشبوه بالبوست. أنا زي ما حكيت لك أنا بعتز بكل فنان فلسطيني. عمار، كن في استعمال لمصطلح قاسي، مصطلح مشبوه عمار. يعني حضرتك تحدثت يعني مهرجان مشبوه. يعني لما بنحكي مهرجان مشبوه احنا عم منهين يعني بطريقه او باخرى. يعني اسامه عم بحكي احنا بدنا نجمل الواقع. احنا بدنا نجمل ابدا، احنا ما بندور على نجمل الواقع. المهرجانات اللي تحت الرعايات الاسرائيليه
هذا موقف يعني. ولكن انت كمان بغض فاهم النظر. التركيب بمناطق فلسطين الداخل عمار. يعني اليوم احنا ما في هاي الميزانيات اللي بتجينا من كل محل من اجل انه نبرز ثقافتنا الفلسطينيه، وحتى لو كان في تمويل من وزاره العلوم والثقافه والرياضه. انا احترم طبعا مقاطعتك للموضوع، ولكن بهاي الميزانيات احنا عم نعمل مهرجان فلسطيني، عم نطلع فنانين فلسطينيين واعمال تتحدث عن القضيه والواقع الفلسطيني المركب. صديقي فادي، من اللي بيعرف انه انا انسان بسيط جدا. انا عندي استعداد. ما حدا مثلي بيعرفك، انت شخص رائع عمار. على فلسطين التاريخيه، على يافا وحيفا، اغني بالشوارع للناس ضمن رعايات فلسطينيه. هذول اهلي يعني. هؤلاء اهلي. انا لما باجي على عكا، لما باجي عند اسامه وباجي عند الفنانين الفلسطينيين، هذا واجبنا التواصل الفلسطيني، وبيدركوا ذلك. انا ما عندي اي مشكله، ولكن المشكله الوحيده ليش ما تم اعلامي انه هناك رعايه اسرائيليه. اسامه فعلا ما تم اعلام عمار بانه يعني وزاره الثقافه مموله للمهرجان؟ يعني ما اعلمتوا؟ اولا انا شيء ما حكيت مع عمار، انا حكيت مع احمد. سيد احمد حسن مدير اعمالك عمار، أخوه تم يعني. التواصل طبعا معه. احمد حسن بيمثلني، واحمد حسن بنقل لي كل التفاصيل. ايش يعني شو الحديث؟ هو المخول انه يحكي مع اي شخص، خصوصا بالمهرجانات. انا بدي اسمع من اسامه شو الحديث اللي يعني لما تمت اسامه دعوه عمار للمهرجان، تحدثتوا مع السيد احمد حسن مدير اعمال عمار، هل تم توضيح الفكره انه هناك رعايه من وزاره العلوم والثقافه والرياضه؟ كان في حديث انه احنا يعني ميزانياتنا بناخذها من الدوله، وهو قال احنا فيش عندي اعتراض انه انتم بتاخذوا ميزانيه عادي، يعني انتم هيك وضعكم تمام. ما يعني لما انت اخي عمار بتيجي على بلديه الناصري مثلا بيعزموك، هاي بلديه مؤسسه عرب، وهاي التمويل اللي انت بيعملوا لك اياته هاي نابع من وزاره الداخليه الاسرائيليه. يعني البلديه، معلش انا عم بحكي، سكتت خليتك للاخر. خلينا عمار نسمع بس تعقيب. انا سكتت حبيبي اسامه. حبيبي عمار، انا كل ما اجي يقول لي احكي اقول له لا خليه يخلص، عم بأشر له اقول له يخلص. تفضل. فانا عم بقول لك اي مهرجان بتفوت فيه هون على البلاد هو تابع لاي وزاره من الوزارات اللي هي تابعه للحكومه، اللي احنا تابعين لها، اللي احنا بندفع ضرائبها، اللي احنا بدنا نرجع كل اللي اخذوه مننا بهذا الشيء. احنا كاذكياء ومبدعين بنعرف نطلع المصاري ونطلع اللي بدنا اياه ونقول راينا بطريقه معينه. عشان هيك انا بختار فنانين فلسطينيين من كل محل، بكرمن بدون ما خليهم يعترضوا على اللي انا بعمله، بخليهم بس يدفعوا الواجب اللي لازم يدفعوه. وبجيب كل سنه بكرم واحد، كل سنه انا بكرم فنان فلسطيني. انت لما قلت هذا مهرجان مشبوه، اوكي انا بعرف تقاطع انه بدكش تشارك مع وزاره، صحتين على قلبك. اما لما قلت كلمه مهرجان مشبوه، انت اهنت مئات الفنانين الفلسطينيين يلي شاركوا في هذا المهرجان. خلينا ناخذ تعليق من عمار لانه بسبب يعني ضيق الوقت. عمار، يعني تعليق من حضرتك على ما سمعت من الفنان يعني اسامه مصري. طبعا انا عن جد بدي احكي شغله. انا كم مره جيت على الناصره عملت مهرجانات. انا دقيق جدا. انا لما جيت عملت مهرجان عملت ضمن مؤسسه مريم لمكافحه السرطان، وهي مؤسسة فلسطينية بحتة. ولم أتقاضى أنا لما باجي بعمل مهرجانات أنا كعمار لا أتقاضى أي مبالغ مالية، لأني بعرف إنه أنا جاي أتواصل مع أهلي. كان حفل خيري الحفل المذكور عمار. أنا على مستوى حفلات قاعات أنا ما بعمل. يعني أنا أخذ خط، يعني أنا ما باجي باستمرار أعمل لأني بعرف الوضع، لأني عندي قناعة تامة زي ما تفضل اخي اسامه، يعني فيش ازدواجيه بالموضوع. بدك تعلم موقفك من البدايه. انا جيت مره واحده عملت ضمن مؤسسه مريم وكنت حريص جدا. كان حفل خيري في حينه عمار، كان حفل خيري في حينه، يعني ما تقاضيت. كان حفل خيري يا عيني عليك. كان حفل خيري وبالناصره. لم تتدخل البلديه طبعا كان حفل خيري. أنا السؤال اليوم عمار، حضرتك يعني اليوم حضرتك ايضا ترفض المشاركه باي مهرجان في قريه او مدينه فلسطينيه في الداخل اذا كانت البلديه هي الممول لهذا المهرجان او السلطه المحليه؟ اذا كان التمويل اسرائيلي طبعا برفض.
برفض قطعيا. لكن اذا انت دعيتني قلت لي والله بدنا نعمل حفل لقريه، طبعا باجي بدون اي رعايات اسرائيليه، طبعا باجي ان شاء الله. انا بدي اشكرك عمار جزيل الشكر على هاي المداخله، وبسبب ضيق الوقت يعني احنا بدنا نكتفي بهذا القدر. شكرا جزيلا فعلا انك تجاوبت معنا وكنت معنا على الهواء مباشره لتوضيح الصوره، واحنا بانتظارك قريبا جدا، مش باي حفل هون عندنا بالاستوديو بالناصري. طبعا انتوا اهلي شكرا الفنان عمار حسن، يعطيك الف عافيه. وهيك اقتضى فعلا التوضيح اسامه من عمار، يعني سمعنا وجهه نظرك، سمعنا وجهه نظر عمار، وبنهايه المطاف هيك حاولنا نشكل زي ما بيحكوا فكره وحده لما حصل وما حدث من جدل حول مشاركه الفنان عمار حسن في مهرجان مسرحيد. احنا هيك وصلنا لختام هاي الفقره. اسامه مصري، انا بدي اشكرك جزيل الشكر فعلا، بدي اتمنى لك كل الصحه والعافيه وتضلك بنفس الهمه ونفس النشاط والله العظيم، لانه اللي عم تعملوه بمهرجان مسرحيد هو مش شيء مفهوم ضمن، هو دعم لكل الحركه الثقافيه والفنيه بالمجتمع الفلسطيني في الداخل. يعطيكم الف عافيه، وان شاء الله بنلتقي بمسرحيد لما يصير عمره 100. شكرا اسامه مصري، شكرا لك وميمه سرحان ايضا، والف مبروك الجائزه اللي حصلتوا عليها. عيد ميلادي ولا عيد ميلاد أسامة. عيد ميلاد أسامة، كل سنة وأنت سالم يا أسامة. ل 120 أسامة مصري، يعني بنحتفل معك بعيد ميلادك وأيضا بنجاح مسرحيد، كل سنة وأنت سالم. شكرا أميمة سرحان مرة أخرى، شكرا لكل المشاهدين يلي كانوا معنا هذا المساء بحلقة أخرى من شو البلد. الموعد يتجدد الخميس المقبل بنفس الزمن ونفس المكان، حتى الملتقى لكم من أجمل تحية فادي صغيرة.